Come on back here. Follow me. Fatally wounded that day. This is the only known image of Thomas Hewitt, the man they call Leatherface. The case today still remains open. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب القضايا في تاريخ الجريمة الأمريكية، واللي ألهمت أفلام الرعب لعقود. اسمه آد جوين، الراجل اللي اتشهر باسم الجزار، واللي ورانا حدود مظلمة بين المرض العقلي والعزلة والجريمة. إدوارد ثيودور جوين اتولد سنة 1906 واتربى في مزرعة في بلدة بلاينفيلد بولاية ويسكونسن. أمه اسمها أوجستا، كانت شخصية متدينة جدا وصارمة، وعلاقتها بيه كان لها أثر كبير على نموه النفسي. بعد موت الأب واختفاء الاستقلالية، قضى سنوات في عزلة، وكل السنوات دي قضاها مع أمه، واللي اعتمد عليها في كل حاجة تقريبا لحد ما توفت سنة 1945. والباحثين شافوا أن فقدان الأم كان نقطة فاصلة بالنسبة له في تحول حياته ونفسيته. في ديسمبر 1954 اختفت واحدة اسمها ماري هوجن، ودي كان عندها حانة محلية، واللي حصل ان كان في مشادة بينها وبين إد حسب اعترافه في التحقيق. ونظرا لان التحقيقات الأولية كانت بتتسجل في ظروف فيها منازعات حوالين أساليب التحقيق نفسها، الموضوع بقى حواليه غموض جزئي، وما تعرفش التفاصيل الكاملة للجريمة دي، بس هم لقوا راس ماري هوجن في بيت إد. ازاي ده حصل وايه التفاصيل محدش عارف. بعد وفاة والدة إد وقبل فترة الخمسينيات، ابتدى إد بنبش قبور الأشخاص المتوفيين، وأخد أجزاء من الجثث واحتفظ بيها. ولما الشرطة فتشت بيته سنة 1957 بعد اكتشاف جرايمه، لقوا مجموعة كبيرة من الأدلة المرعبة، ومنها أغراض مصنوعة من أجزاء بشرية، وأباجورات متغطية بجلد بشري، وأقنعة اتصنعت من جلد الوجه، وأحزمة وكرسيهات من جلد بشري، وأطباق اتصنعت من الجماجم، وجماجم محطوطة كزينة فوق عمدان السراير، ومقتنيات شخصية لأشخاص مفقودين. والشرطة ما استحملتش المنظر، في اللي خرج يرجع من المناظر اللي شافها، وفي اللي ما استحملش واغمى عليه. طب ازاي اكتشفوا جرايمه؟ في صباح يوم 16 نوفمبر 1957 اختفت واحدة اسمها بيرني وودرن، ودي صاحبة محل للأدوات القديمة. اختفت بعد الظهر، ولما ابنها دخل المحل لقى الكاشير مفتوح وفي آثار دم على الأرض، وفورا بلغ الشرطة. الشرطة فضلت تدور ورا الموضوع لحد ما لقوا شاهد قال إن إد زار المحل الليلة اللي قبل اختفائها، وكان المفروض يرجع تاني يوم يشتري حاجة تانية. وفي الصبح اللي اختفت فيه، الشرطة لقت سجل المبيعات الأخير والإيصالات معظمها كان باسم إد، وده خلى الشرطة تشتبه فيه فورا. راحت الشرطة على بيته وابتدت تفتش، ولقوا الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وكمان في الحظيرة لقوا جثة بيرني وودرن متعلقة زي الحيوانات اللي مستنية تتذبح وتتسلخ، وكانت متصابة بطلق ناري، وده كان السبب لاعتقال إد وبداية التحقيق معاه. وكمان الشرطة دورت في القبور المحلية ولقت معظمها مفتوح ومتاخد منها أجزاء مطابقة للأجزاء اللي لقوها في بيت إد. والتحقيقات اتوسعت بسرعة لمعرفة مين هم الضحايا اللي تعرضت قبورهم للنبش، وازاي المقتنيات دي اتجمعت.
إد اعترف في جزء من التحقيق وقال إنه كان بيستخرج جثث نساء من المقابر، وكان بيصنع منها حاجات بهدف إعادة بناء أو تقليد لصورة أمه. وفي مقابلات وتحقيقات قال المحققين إنه كان بيحاول يصنع بدلة كاملة أنثوية من جلد الجثث علشان يبقى زي أمه بالظبط. الأطباء النفسيين ربطوا سلوكه بخليط من انفصام في الشخصية وهوس بالهوية الأنثوية نتيجة علاقته المعقدة مع أمه، واضطرابات نفسية عميقة نتيجة لسنين العزلة اللي كان بيعيشها. المهم إنه كان بيحاول يعمل أم بديلة باستخدام مقتنيات بشرية. في المحاكمة حطوا إد تحت تقييم نفسي علشان يدرسوا حالته، وبعد سلسلة من إجراءات قانونية طويلة حكمت المحكمة إنه ارتكب جريمة قتل بيرني وودرن وكمان ماري هوجن، بس كان غير مسؤول عقليا وقت ارتكابه للجرائم، وقرروا إرساله لمصحة نفسية مخصصة للمجرمين بدلا من السجن العادي، وقضى بقية حياته في مؤسسات علاجية حتى وفاته سنة 1984. مسلسل مونستر ذا إد جين ستوري مركزش بس على الصدمة أو التفاصيل المرعبة للمقتنيات، لأ ده وضح علاقته بالأم وإزاي تم تكوين شخصيته وتأثير العزلة عليه، وإزاي بيطلع المرض النفسي في شكل عنف. أفلام هوليوود زي سايكو أو منشار تكساس أو سايلنس أوف ذا لامب اقتبست شخصياتها من شخصية القاتل المتسلسل إد جين. ده كان ملخص وتحليل لقصة إد جين، الراجل اللي الناس كانت شايفاه بسيط وهادي، ومحدش كان يتخيل إن ورا وشه الهادي ده بيخبي كوابيس. مزرعته بقت رمز للرعب، وقصته خلت العالم كله يتكلم عنه ويتعمل عليه أفلام وسلاسل مرعبة. بس مهما حاولت السينما تصور الجنون ده، الحقيقة دايما بتفضل أغرب وأرعب من أي خيال. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.